السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ورجعت لكم فيديو جديد. فيديونا لليوم راح يكون مثل ما لكم شايفين وراي، في هون محطة وقود مهجورة، محطة وقود قديمة، فاجوا عالم هلا من جديد سووا فيها فعاليات واستعملوها، يعني حطوا فيها مطاعم ومتاحف وهيك شغلات يعني وكافيهات. الصراحة لسه ما دخلت، بس بينتها من برا شي حلو. طلعوا وين بتطل على البحر، وراح نطلع على ظهر هدول من فوق نصوركم الاطلال الحلوة. هاي بلشنا نطلع لفوق، هدول كلهم محطة وقود بس كلها مهجورة، يعني طلعوا مسوين فيها ألعاب للأولاد، مسوين فيها إطلالات للصور كمان من فوق. بحسي واحد يطلع بتصور، بس منين بنطلع؟ بس نشوف شي في قلبها أول شي. ما يكونوا شايفين. هاي طلعنا على أصغر وحدة للساعة. ايش فيها هون؟ هلا نطلع لفوق، من فوق أحلى، من هون ما مبين شي، ما فيها شي أظن هون، بس كان في زحليط للولاد صغار. وينه؟ بس هيك هون. يمكن هنيك جوا في متاحف، هدول الكبار في قلبهم في متاحف، في كافيهات شفت على الانترنت أنا. طبعا رح اروح على الطرف الثاني، هدوليك الكبار في قلبهم شغلات احلى. يعني ما يبين شيء ضخم كثير، عجبش في قلبها بقى. هي وصلت على اعلى وحده فيهم هون. خلوني احكي لكم قصه لما ما ارتاح شوي، تعبت. امبارح رحت اصور لكم برج البنات اللي هون باسطنبول. صراحه انا صار لي 12 سنه بتركيا، ولا مره زرته ولا مره فت عليه. فامبارح قلت يا ولد روح صور فيه، منه بصور فلوق حلو ومنه بتشوف شو فيه. بالمناسبه اسطنبول كلها ورا طلع منظر حلو للراحه النفسيه. اللي بحب يجي يتامل هون يلعب يوغا حلو كتير. المهم رحت اصور لكم، رحت في الموتور كبست فوق المطر، وصلت لهنيك عم بزرب بزرب. المهم كملت، قلت يعني بنشف ما بمثل، ما في مشكله. رحت لهنيك فتت، والله طلع برج البنات مسكر، عم بيعملوا عليه تعديلات، مسكر يمكن كم يوم هيك شيء. يعني حظي حظ كلب الاسود والله العظيم. يا لطيف على الاطلاله ما احلاها عن جد، ما شاء الله. هاي الاطلال من فوق كلياتها هيك، في مقاعد لحتى وينهم. هنيك في مقاعد، هون ما في، بتحسوا تضلكم هون بس هيك على الداير. طلعوا اسطنبول كلها بتشوفوها من هون. رح انزل اشوف ايش في تحت هون، لازم يكون فيهم شيء واحد يتفرج عليه. خلونا ايش في، شو ايش في جوا. نعم مسكر هذا. كمان مسكر. هذا متحف مكتوب، بس ليش مسكرينه؟ ايه صغر صغر صغر. فليت المباني كلها هدول الكبار تبعت البترول طلعوا مسكرين هلا اليوم، ما بعرف ليش. قمت بدي اروح، طلع في مكتبة هون، مكتبة فيها شغلات حلوة، خلينا نروح نشوفها قبل ما نروح. بما ان الدخل ببلاش يعني، عشان يكون بعلمكم، اللي حابب يجي رح احط له العنوان بالوصف، والدخل ما تكلفكم ولا ليرة، واطلالي مثل ما شفتوا محل كتير حلو. هاي المكتبة وراي، اسمح احسن تصور فيها. يا دا تكونوا بتدرسوا عن قيد، يا اما بتحسب بس هيك تعمل فتة تتفرج وتطلع. بس زحمة كتير، عالم فوق بعضها كله هيك على الصامت عم يدرس، وحيطات سماعات وما في ولا صوت. يمكن اذا كنت مطالع التليفون كسروه فوق راسي. نعم طعجت العمر.
كنت بفكر اصور فيديو واحد بمكانين. اول مكان صورته فرجيتكم اياه، وتاني مكان فتحت الموقع جابني نظام بس جابني على منطقة مقطوعة فاضي، يعني ما في المكان اللي كنت شايفه جاي اصور فيه. عرفتوا؟ يعني صار لي 12 سنة اول مرة بصير معي هيك، الموقع بجيبنا مكان غلط. وسألت هون في المنطقة قالوا لي اصلا ما في هيك مكان. فما بعرف والله ايش لازم اقول لكم، يعني لازم اقول لكم انتهى فيديونا لليوم. انا حاسه قصير، يعني انزله ولا ما انزله والله محتار. والله بارك والله ما بعرف، عم بفش خلي بالاكل. صحيح يا جماعة، ليش ما عم تشتركوا بالقناة تدعمونا؟ اكثركم عم بشوف الفيديو، نفس المتابعين عم بشوفهم عم بيشاهدوا الفيديو بس ما عم بيشتركوا. كل ما بنزل فيديو عم بتشوفوه ما عم تشتركوا. طب حطوا لنا اشتراك والله ما بتخسروا شيء. كمان انا من الصبح للمساء اضرب تعبي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، والاخير بيطلع كمان المكان فاضي هون. وش رايك انت في الموضوع؟ طبعا ليمون ونعناع ما تفكروا شيء يعني. وهون بيكون انتهى فيديونا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. الله رحت لكم على محلات واطلالات حلوه، انا صراحه انبسطت، بس حسيت حالي ما قدمت شيء زياده يعني تشوفوه انتوا تنبسطوا فيه. راح احط لكم موقع هذاك المكان بالوصف وشوفوه اللي حابب يجي. واللي عم شاهد الفيديو حط لنا اشتراك بعد اذنك، واكتب لنا اي مكان حابب تزوره باسطنبول لحتى اروح اصوره. سلام، شكرا على المشاهده.